ماما، بابا، أنا زهقانة جدًا يا بابا أنت وماما، وعايزة أخرج، ممكن بقى تخرجوني؟ طيب يا جانا يا حبيبتي عايزة تروحي فين؟ بصراحة بقى يا ماما أنا عايزة أروح المصيف. أنا بصراحة بقى يا ماما نفسي أعوم دلوقتي، وبعدين بقى أنتم ما خرجتونيش بقى لكم كتير. طيب يا أحمد إيه رأيك لو نخرجها النهاردة؟ طيب ماشي يا حبيبتي. يلا جهزي نفسك عشان نخرج النهاردة. الله يا ماما المية حلوة قوي، أنا مبسوطة جدا. تعالي يا ماما انزلي معايا، انت هتنبسطي. يلا يا ماما. طيب يا حبيبتي أنا جاية، أنا أصلا بعرف أعوم جدا. ثانية واحدة. يا سلام فعلا المية حلوة. واو الله بجد. بجد يا جنى أنا مبسوطة جدا. واو. ما تيجي يا أحمد. لا لا، أنا ما بعرفش أعوم، عوموا انتوا. هتندم يا أحمد ده المية حلوة قوي. آه. أنا حاسة يا أحمد إن أنا دايخة. الحقني يا أحمد. الحقني يا أحمد. سلوى، مالك يا سلوى؟ استنى أنا جاية أنقذك. تعالي امسكي في إيدي هنا. يلا يا سلوى. مالك يا سلوى؟ إيه اللي حصل بس؟ مش عارفة والله يا أحمد، فجأة كده حسيت إن الدنيا بتلف بيا، وكمان دلوقتي حاسة إن عايزة أرجع ونفسي غمى عليا. ألف سلامة عليكي يا ماما، تلاقيكي خدتي برد. أنا بصراحة يا ماما خفت عليكي جدا. طيب يا سلوى يا حبيبتي ما تقلقيش، أنا هاخدك دلوقتي ونروح للدكتور بتاع القرية ويكشف عليكي ويطمنا عليكي. ألف مبروك يا أستاذ، المدام حامل. التعب اللي جالها ده نتيجة الحمل. إيه ده؟ بجد معقول؟ أنا مش مصدقة نفسي. مبروك يا سلوى يا حبيبتي، هيجيلنا أخ ولا أخت لبنتنا؟ إيه يا بابا معقول؟ يعني ماما هتجيب لي أخ ولا أخت؟ كده يا بابا أنا مش هبقى الدلوعة. أنا بجد زعلانة جدا. لا يا حبيبتي يا جنى ما تزعليش، انت طول عمرك هتفضلي الدلوعة، ده انت بنتك كبيرة وهنفضل نحبك على طول. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده بس يا جنى يا حبيبتي؟ ده انت بنتي الكبيرة وهفضل ادلعك وطول عمرك هتفضلي الدلوعة بتاعتي. ماما انا زهقانة جدا، ممكن حضرتك تخرجيني؟ اخرجك ازاي بس يا جنى يا حبيبتي؟ وانت مش شايفاني تعبانة ازاي؟ وكمان انا قربت اولد. يو بقى يا ماما، من ساعة ما حملت في اختي دي وانا ولا عارفة اخرج ولا عارفة العب ولا عارفة اعمل اي حاجة. كل حاجة تقولولي تعبانة. انا نفسي اخرج والعب زي الاول، حرام عليكم بقى. يا حبيبتي يا حبيبتي ما انت عارفة ان انا تعبانة. ان شاء الله بعد ما اولد هعوضك عن كل ده. يو بقى يا ماما، انا عارفة ان كل ده مش هيحصل، وبعد لما تولدي هتقوليلي مش هعرف اخرج برضو بسبب اختي اللي هتيجي دي. خلاص يا ماما انا مش عايزة اخرج. حتى يا ماما الاكل اللي بحبه بقولك اعملهولي وبرضو بتقوليلي مش قادرة. خلاص انا مش عايزة اي حاجة، انا هطلع على اوضتي. خلاص يا أحمد أنا جهزت كل حاجة، جهزت الشنط وكمان اشتريت للنونو لبس جديد جدا وشكله حلو قوي. والدكتورة اتصلت بيا وحددت ميعاد الولادة النهاردة، فنزلت بسرعة واشتريت للنونو هدوم جديدة. طيب كويس يا سلوى يا حبيبتي، وانا كمان جاهز ان انت تولدي النهاردة، وحضرت كمان فلوس المستشفى. يا سلام يا سي بابا، يا سلام يا ست ماما، كلكم حضرتوا للنونو الجديد واشتريتوا لها هدوم جديدة وانا لأ، ومحدش افتكرني بأي حاجة. انا عارفة اصلا من اول ان انتوا هتدلعوها هي بس. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا جنى يا حبيبتي؟ ما الطبيعي ان احنا نشتري لها هدوم جديدة، ده نونو لسه مولودة وما عندهاش هدوم. وبعدين يا حبيبتي انا ما بحش عنك اي فلوس، واي هدوم انت بتطلبيها احنا بنجيبها. ايه ده يا جنى الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ معقول يا حبيبتي؟ ما انت طول عمرك احنا بنجيب لك هدوم ومش بنحوش عنك اي حاجه. وعلى العموم يا حبيبتي بعد ما اولد هنزل انا وانتي واجيب لك الهدوم اللي انت عايزاها. بعد ايه بقى يا ماما؟ خلاص انا كنت عايزه دلوقتي، مش عايزه منكم حاجه خلاص. انتوا اصلا يا ماما كل حاجه بتفكروا في النون الجديد ومحدش بيفكر فيا خالص. خلاص بقى يا جنى يا حبيبتي، المفروض ان انت تكوني كبيرة وعاقلة وعارفة ان اختك الصغيرة اكيد لازم نهتم بيها لان هي لسه طفلة. الحمد لله على سلامتك يا مدام سلوى، جاتلك بنوتة زي القمر، بسم الله ما شاء الله عليها. فين دي بقى اللي حلوة إن شاء الله؟ على فكرة بقى أنا أحلى منها. على فكرة بقى دي شكلها وحش جدا. ايه ده يا جنى يا حبيبتي؟ معقولة الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ دي اختك برضو، وبعدين ما شاء الله عليها زي القمر. هو احنا هنبتدي الغيرة من دلوقتي ولا ايه؟ وأنا غير ليه منها بقى إن شاء الله يا سي بابا؟ على فكرة بقى أنا أحلى منها، وعمري طبعا ما هغير منها أبدا. أنا عايزاكي بقى يا جنى يا حبيبتي تاخدي بالك من أختك وتاخدي بالك منها كويس كمان، لأن انتي أختها الكبيرة. إيه رأيك بقى يا جنى نسميها إيه؟ اختاري لأختك اسم حلو. خلاص يا ماما أنا عندي ليها اسم حلو. إيه رأيك نسميها ستوتة؟ اسم حلو قوي وهيليق عليها. إيه ده يا جنى معقول؟ ستوتة إيه؟
هو يا بنتي في حد بيسمي الاسم ده دلوقتي؟ انا قلت بصراحة هتختاري اسم حلو. لا طبعا يا جنى، انا مستحيل اسمي الاسم ده. لا يا جنى، مستحيل اسمي الاسم ده يا حبيبتي. خلاص انا هسميها. ايه رأيكم اسميها جميلة؟ عشان هي جميلة فعلا. جميلة؟ جميلة ايه بس يا بابا؟ على فكرة بقى هي مش جميلة ولا حاجة. مش عارفة انتوا بتحبوها قوي على ايه. يا جميلة يا جميلة يا عسولة. عسل قوي، بحبك قوي يا جميلة، أمورتي الحلوة. يلا بقى يا حبيبة قلبي عشان أكلك وتنامي. ماما أنا جعانة جدا، ممكن تعملي لي أي حاجة عشان أكلها؟ وكمان يا ماما أنا عايزة عصير، اعملي لي عصير. طيب يا حبيبتي حاضر، أنا هعمل لك الأكل اللي أنت عايزاه، بس استني بس أنيم أختك الأول وبعدين يبقى أعمل لك الأكل بتاعك. يو بقى يا ماما، إشمعنى يعني تأكلي أختي الأول؟ أنا عايزة أكل دلوقتي، ماليش دعوة. من ساعة ما أختي جت وانتوا مهملين فيا خالص، وكل حاجة جميلة جميلة جميلة. يا حبيبتي أختك صغيرة ومش هتستحمل الجوع، هأكلها وأعمل لك الأكل اللي انت عايزاه. خلاص يا ماما أنا مش عايزة آكل، أكلي أختي ودلعيها براحتك. بقى انت بقى يا صغيرة أخدتي الدلع كله؟ ايه ده بس انت بتعيطي ليه؟ بس كده ماما هتسمعني وتيجي وتشوفني. ماما اصلا قالت لي ان انا ما اشيلكيش خالص، مش عارفه ليه. ايه ده يا جنى، انت بتعملي ايه؟ مش قلتلك 100 مره ما تشيليش اختك عشان هي لسه صغيره وممكن تقع منك؟ يا ماما هي كانت بتعيط وانا رحت اشوفها، وبعدين هو انت خايفه عليها ليه بس يا ماما مني؟ يا حبيبتي هي لسه صغيره، لما تكبر تبقي تشيليها. يلا يا جنى بسرعه حطيها على السرير. حاضر يا ماما. طيب يا جنى إياك الموضوع ده يتكرر واجي الاقيكي شايله اختك تاني، اختك لسه صغيره وممكن تقع منك. يا سلام، الله اللعبه دي حلوه قوي. انا مبسوطه جدا. جنى يا حبيبتي انا خارجه مشوار مهم مع تيتا، لان هي تعبانه وانا رايحه اكشف عليها، مش هينفع اخد اختك عشان ما تتعديش. عايزاكي بقى يا حبيبتي تخلي بالك من اختك لحد ما ارجع. حاضر يا ماما ماشي، انا هخلي بالي منها. طيب يا حبايبي خلي بالكم من نفسكم وانا ان شاء الله هرجع بسرعه. دنا، مامي يا دنا، يا دنا انا جعانه جدا. يو بقى، هو انا كنت ناقصاكي؟ سيبيني العب شويه وبعدين يبقى اعمل لك الاكل بتاعك ده. يا دنا انا جعانه. يا دنا انا جعانه جدا. يو بقى صدعتي لي دماغي، يلا غوري على اوضتك، انا مش عايزه اسمع صوتك ده، انا كده ممكن اخسر واعيد اللعبه من الاول. خلاص يا دنا، انا هروح اكل لوحدي. انا كنت جعانه، خلاص مش عايزه منك حاجه. يو بقى اديني خسرت بسببك، يلا روحي على اوضتك، انت بجد بتستفزيني جدا. خلاص يا دنا، انا هروح اعمل الاكل لنفسي، بس كده مش عايزه منك حاجه. اكيد يعني مش هتعمل الاكل لنفسها، اكيد راحت على اوضتها لما اكمل لعب. هو فين الموبايل بتاعي؟ راح فين بس؟ اهو لما اكمل لعب بقى براحتي. يا سلام، الحمد لله مش هعيد من الأول. لما ألعب بقى، أخيرا خلصت منها. أنا مش عارفة ماما تعمل أكل إزاي. أيوة تجيب اللحمة. يا أنا مش عارفة أمسكها. خلاص أنا هحطها بسرعة. بس كده هو النار بيتعمل إزاي؟ مش عارفة خالص. خلاص أنا هحاول أعملها لوحدي. أنا مش عارف أنا مش بتعمل معايا ليه. بس كده خلاص هي استوت ولا لأ؟ مش عارفة. لما امسكها كده اشغل النار تاني، ده كل شوية تقع مني. يا ربي انا جعانة جدا. خلاص استوت، خلاص انا همسكها واكلها بسرعة. يا سلام، انا جعانة جدا. دي سخنة قوي، دي بتلسع قوي. يا ماما واوا عملت لي واوا. الحقيني يا تنا. دي وقعت عليا، الحقيني يا تنا. يا ايدي. سخنة قوي يا دنا. ايه ده يا ربي، معقولة اللي انا سامعاه ده صوت جميلة في المطبخ وصوت حاجة بتقع. يا ربي انا لازم اروح اطمن عليها بسرعة، يا رب ما يكونش حصل لها حاجة. تنا الحقيني يا تنا، سخنة قوي عملت واوا. طيب استني يا جميلة ما تخافيش، انا هحوشها عنك. يا ربي دي سخنة خالص، ده انتي اتعورتي. تعالي بسرعة احطلك كريم. ليه بس دخلتي المطبخ؟ انا كنت عايزة ماما. انا كنت جعانة. توجعني قوي يا جنى. طيب خلاص ما تخافيش، تعالى اشيلك واحطلك كريم. يا ربي ده ماما هتبهدلني. انا مش عارفة
عارفة ايه اللي دخلك المطبخ بس. تعالي بس. ينفع اللي حصل ده يا أستاذة؟ أختك اتعورت بسببك، مش أنا قايلالك خلي بالك منها؟ ليه تخليها تخش المطبخ لوحدها؟ أنا آسفة يا ماما، أنا آسفة سامحيني، أنا بصراحة كنت بغير منها، بس خلاص والله حرمت، أنا اكتشفت إن أنا بحبها قوي. أرجوكي يا ماما سامحيني. الحمد لله إن جت على قد كده، وأختك كويسة، بعد كده تخلي بالك منها. ويا حبيبتي كذا مرة فهمك ما ينفعش تغيري منها، دي أختك الصغيرة وهي بس محتاجة رعاية. أنا عمري يا حبيبتي ما هفرق بينك وبينها أبدا. خلاص يا ماما والله أنا فهمت وحرمت، أرجوكي سامحيني، أنا خلاص بحب أختي جدا. سامحوني يا أولادي، أنا اضطريت أبيعكم لعائلة ناس أغنياء عشان يصرفوا عليكم، عشان أنا مش قادرة أصرف عليكم. أنا عايزاكم تعيشوا عيشة أحسن من اللي إحنا عايشينها دي. باباكم سابكم ومشي، سابنا من غير أي حاجة، ولا عارفة أكلكم ولا شربكم. سامحوني يا أولادي. العيلة اللي هتيجي تتبناك يا علي يا ابني هتيجي دلوقتي وتاخدك. الله يا خالد، الطفل ده حلو قوي، أنا اتعلقت بيه، ممكن لو سمحت تبقوا تاخدوا بالكم منه؟ طبعا ده في عينينا، احنا هنعامله زي ابننا بالظبط، ما تقلقيش عليه خالص. طيب أنا ممكن أطلب منكم طلب؟ ممكن أبقى آجي أطمن عليه كل فترة؟ طبعا مفيش مشكلة، ممكن كل فترة تيجي تطمني عليه وتبقي تاخدي الفلوس اللي انا هديهالك. يلا بينا بقى يا ليلى عشان عندي اجتماع مهم. طيب ماشي، يلا بينا يا خالد. الحمد لله يا علي يا ابني، هتعيش في فيلا كبيرة وهيكون عندك فلوس كتير. أي نعم يا ابني، أنا كنت عايزاك جنبي، بس كده أحسن بكتير. كده يا حبيبي هتبقى غني ومش فقير زيي. وانتي كمان يا بنتي سامحيني، الناس هتيجي تاخدك دلوقتي. اديني عملتلك اللي انت عايزاه واشتريتلك بنت اهو عشان تعمليها بنتك، مع اني يعني شايف ان ملوش لازمة. اهي تسليني يا فادي، بدل ما أنا قاعدة زهقانة كده. هو احنا فاضيين؟ احنا مشاغلنا واعمالنا محتاجة رواقة وبال فاضي. أيوة عارفة يا فادي، بس أنا برضو محتاجة حد يسليني، حد كده أعمله زي بنتي. ماشي يا ستي، يا ريت بس بعد ما نصرف عليها ونكبرها تساعدنا في شغلنا. طبعا يا فادي، أكيد هتساعدنا في شغلنا. طيب يا اختي يلا نروح نجيب البت، ده مامتها واقفة اهي، ده شكل مامتها غلبانة ومحتاجة الفلوس. أرجوك يا عادل بيه خلي بالك منها، وممكن يعني كل فترة أجي أطمن عليها. لا بقولك ايه، هو انت كل شوية هتيجي ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، انا مش عايز خوت الدماغ. لا يا عادل مفيش مشكلة، خليها تعدي تطمن عليها وأنا يبقى أطمنها عادي، يعني هي مش هتعمل حاجة. قلبك حنين قوي يا سميحة، وده اللي هيودينا في داهية. هتوحشيني يا بنتي. عايزك بقى يا علي يا ابني تجتهد في دراستك عشان تخلصها وتيجي تساعدني في الشغل بتاعي وتمسك شركاتي يا ابني. لا يا بابا، ما حضرتك عارف إن أنا عايزة أدخل كلية الشرطة عشان أبقى ضابط وأقبض على الحرامية والمجرمين. طيب يا علي، ومين هيساعدني في شغلي بقى؟ مش مشكلة بقى يا خالد، أهم حاجة نعمله اللي هو عايزه. طيب إيدك بقى يا بابا على مصروف حلو، عشان أنا بصراحة عازم زمايلي بعد المدرسة. كمان عازم زمايلك من دلوقتي؟ طيب ماشي يا سيدي، هديك اللي انت عايزه، الشغلانة بتاعتنا دي عايزة فهلوة مش عايزة دراسة. خلاص بقى يا عادل، سيب البنت براحتها، وهو احنا بنمشي أمورنا مع بعض وهي ماشية اهي. بس أنا بصراحة عايزها لما تكبر تساعدنا. طبعا يا عادل، أكيد لما تكبر هتساعدنا. أيوة يا بابا، أكيد لما أكبر طبعا هساعدكم. يلا بقى باي باي عشان ما تأخرش على المدرسة. مسكينة ما تعرفش إن هي هتشتغل معانا حرامية. باركيلي يا ماما، باركلي يا بابا، أنا نجحت وجبت مجموع عالي جدا. مبروك يا حبيبي، وناوي تعمل إيه بقى؟ أكيد بقى ناوي تقدم في كلية الهندسة عشان تشتغل معايا في شركاتي. انت عارف يا بابا رغبتي، وعارف قد ايه نفسي اخش كلية الشرطة. برضو يا علي مصمم تدخل كلية الشرطة؟ ما تدخل يا ابني كلية الهندسة عشان تساعدني في شغلي. خلاص يا خالد، سيبه يعمل اللي هو عايزه، الحمد لله ده جايب مجموع كبير جدا. خلاص يا علي يا حبيبي، اعمل اللي انت عايزه، اهم حاجة تكون مبسوط. شكرا ليك قوي يا بابا، ربنا يخليك ليا. تمت المهمة بنجاح، برافو عليكي يا سميحة، بتعرفي تخططي. السرقة تمت بنجاح والشنطة مليانة فلوس، الفلوس المرة دي أكتر بكتير من اللي احنا بنسرقها كل مرة. يلا بينا بقى نشيل الفلوس دي ونهدى شوية لحد ما الشرطة تهدى كده وما تاخدش بالها مننا. كويس يا عادل ان ايمان نايمة، لان هي ما تعرفش حاجة
ولو شافتنا ممكن تصطدم. ما تعرفش حاجة ايه، البت دي لازم تشتغل معانا. هو احنا يعني هنربيها كده وخلاص؟ والبت دي ما شاء الله عليها بتفهم وهتعمل معانا كمان احلى شغل. ماما، بابا، أنا جبت درجات حلوة قوي بجد. معقولة جبت الدرجات النهائية؟ مبروك يا حبيبتي. وبعد لما تجيب الدرجات الحلوة هتعملي ايه يعني؟ أنا بفكر يا بابا أدخل كلية الطب. هتبقي دكتورة يعني؟ أيوة يا بابا، أنا كنت بذاكر كتير عشان أكون دكتورة. بقولك ايه بقى، كفاية تعليم لحد كده. انت دماغك يا بت حلوة وشغالة، انت هتشتغلي معانا. أشتغل معاكم؟ بس أنا أصلا مش عارفة انتوا شغالين ايه. أنا عارفة ان انتوا بتجيبوا فلوس كتير، بس أنا معرفش انتوا شغالين ايه بالظبط. لا احنا بنشتغل وبنشتغل احلى شغل كمان. بس انت مش عارفة حاجة، انت من دلوقتي هتكوني دراعي اليمين. واشمعنى يا بابا ما كنش دراعك الشمال؟ لا ظريفة يا بت، انا مش بهزر على فكرة. خلاص يا عادل سيبها، أنا نفسي بنتي بصراحة تكون دكتورة. دكتورة ايه بس؟ انا هقولك احنا بنشتغل ايه، احنا بنشتغل حرامية. حرامية؟ طيب ازاي؟ وبعدين انتوا مش بتخافوا البوليس يقبض عليكم؟ لا ما بنخافش، وبعدين انت كبرتي ولازم تساعدينا. أساعدكم؟ أساعدكم ايه؟ أنا ما أقدرش أعمل كده. ما تفهميها يا سميحة، مالك ساكتة كده ليه؟ بصراحة بقى يا بنتي، احنا محتاجين حد يساعدنا في شغلنا، وانتي هتساعدينا. احنا كبرناكي وعلمناكي، محتاجين بقى مساعدتك. لا لا، انا مش هشتغل معاكوا الشغل ده. انتوا كده بتشتغلوا شغل مش كويس. انا ما اقدرش اعمل كده. بقولك ايه، اسمعي الكلام بدل ما تويكي. ايه؟ تتاويني؟ العملية اللي جاية محتاجة شخص جديد معانا، واحنا مش هنلاقي احسن من بنتنا. هتخاف علينا وتساعدنا كمان. لو جبنا شخص غريب ممكن يفضحنا. ايوه يا ايمان، اسمعي الكلام. على فكرة انتي هتاخدي فلوس كتيرة قوي. لا لا، انتوا ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ انا مستحيل اعمل كده. بعد اذنكم. عاجبك كده؟ ادينا سبناها لما كبرت، مش كنا علمناها الصنعة من وهي صغيرة؟ كان زمانها دلوقتي متعودة، بدل ما هي معترضة كده. فضلت تقولي نعلمها، عاجبك كده يعني؟ بقى معقول بابايا ومامتي حرامية؟ يعني كل الفلوس دي جايبينها من السرقة؟ أعمل إيه أنا دلوقتي يا ربي؟ أنا مش قادرة أصدق ده. أكيد هما بيهزروا. صباح الخير يا ماما، صباح الخير يا بابا. بعد إذنكم أنا هروح الكلية عشان أقدم ورقي فيها. هو انا مش قلت كفاية تعليم لحد كده وتشتغلي معانا؟ أشتغل معاكوا إيه؟ هو أنتوا اللي بتعملوه ده شغل؟ ايوه شغل طبعا، مش بيجيب فلوس وفلوس كتيرة كمان، يبقى شغل ولا لا؟ وبعدين ما انت اتربيتي منه، امال كنا بنصرف عليك ازاي؟ بعد إذنكم محدش يتكلم معايا في الموضوع ده تاني، وأنا بقى رايحة الكلية بتاعتي. طيب ماشي، لما ترجعي لينا كلام تاني. تعالي بقى لما نخطط للعملية الجديدة. والبت دي لازم تشتغل معانا، يعني لازم تشتغل معانا، يعني احنا نجيب حد غريب وبنتنا موجودة؟ امال احنا كنا بنتبناها ليه؟ باركولي، باركلي يا ماما، باركلي يا بابا. انا خلاص اتقبلت في كلية الشرطة، ابنك يا بابا هيبقى ضابط ويقبض على الحرامية. بجد بجد يا علي يا ابني، مبروك، انا فرحت قوي. مبروك مبروك يا علي يا ابني، أنت هتبقى أحلى ضابط في الدنيا. هو انت لسه ما جهزتيش؟ مش انا فهمتك على الخطة كويس؟ يلا البسي بسرعة، ما تضيعيش وقتنا. لا، أنا مش هشتغل معاكم، أنا ما أقدرش أعمل كده. اسمعي الكلام بقولك، ما تعصبنيش اكتر من كده. اسمعي الكلام بقى يا إيمان، إحنا محتاجين حد يساعدنا في المهمة دي. يا بت بقولك اسمعي الكلام، لو ما سمعتيش الكلام انا هخلص عليكي. طيب خلاص خلاص، أنا هشتغل معاكم. هو بس يا بت اول مرة بيكون قلبك ضعيف، انما بعد كده هتاخدي على الموضوع. وانت بعد كده يا بت اللي هتفكري وتخططي لنا كمان. أرجوكم، أنا مش عايزة أعمل كده. أرجوكم شوفوا حد تاني. لا انت بنتنا وهتخافي علينا وهتساعدينا. يلا بقى انجزي والبسي اللبس اللي انا اديتهولك. يلا كل واحد عرف دوره ايه. أيوة، أنا عرفت دوري كويس، وإنتي كمان يا إيمان اوعي تتلخبطي وتودينا في داهية. لا، حاضر حاضر، أنا فهمت كل حاجة. انت هتقفي هنا يا ايمان وتستنينا في العربية، واول لما نطلع تيجي بسرعة وتلحقينا قبل ما حد يقبض علينا. انت فاهمة يا ايمان؟ احنا كده خلاص خدنا كل الفلوس، وايمان جاية في العربية اهي. يلا اركبي بسرعة. شفتي بقى يا بت الموضوع طلع سهل ازاي؟
أنا متضايقة قوي. اللي انتوا بتعملوه ده، أرجوكم سيبوني، أنا مش عايزة أشتغل الشغل ده. انت بنتنا ولازم تساعدينا، وهتشتغلي غصب عنك، انت فاهمة ولا لا؟ باركيلي باركيلي يا ماما، انا استلمت الشغل النهاردة. مبروك مبروك يا حبيبي. الله يرحمك يا خالد، كان نفسه يشوفك ظابط قد الدنيا. الله يرحمه، من ساعة ما مات في الحادثة واحنا كلنا متأثرين. الله يرحمه يا ماما، اكيد حاسس بيا وفرحان بيا كمان. عايزة اقولك بقى يا ماما، انا هقبض على كل الحرامية اللي موجودين في البلد. خلاص يا ماما، البلد مش هيكون فيها حرامية ابدا. خلاص يا بلد، الظابط علي جايلكم. ربنا يسعدك يا علي يا ابني. الحمد لله يا علي يا ابني، بقيت ظابط قد الدنيا. لو انت كنت عايش معايا يا حبيبي كان زمانك ولا حاجة. وانتي يا ايمان يا حبيبتي، نفسي اعرف اخبارك ايه من ساعة ما عادل بيه طردني وانا معرفش عنك حاجة. يا ترى يا بنتي عاملة ايه معاهم؟ ايوه يا فندم، تمام. خلاص انا هعمل التحريات المطلوبة. عايزين بقى نستعد للعملية الكبيرة، هنسرق اكبر سوبر ماركت في المدينة. ايوه بقى يا عادل، هو ده الشغل الكبير. دي بقى هتكون صفقة العمر. إيه اللي انتوا بتقولوا ده؟ انا مش هشتغل معاكم تاني. لا طبعا هتشتغلي معانا. أرجوكم بقى سيبوني، مش كفاية ضيعتوا مستقبلي وكنت هدخل كلية الطب. أرجوك، أنا مش عايزة أعمل كده تاني. أنا كان نفسي أشتغل دكتورة وأشتغل شغل حلال بدل اللي انتوا بتعملوه ده. أنا مش عارفة إزاي انت أب وهي أم. أنا ما بقتش بحبكم، أنا مش عايزة أعيش معاكم. بقولك يا بت، سيبك من الاسطوانة اللي انت بتسمعها لنا كل مرة دي. احنا هنخطط للعملية وانت هتكوني معانا، انت فاهمة ولا لا؟ حرام عليكم بقى، أنا تعبت. خلاص بقى يا بت، اسمعي الكلام. يو بقى، أنا زهقت. البت دي بقت متعبة قوي، هي مش عاجبها الفلوس يعني؟ امال الفيلا والعربية والعيشة اللي هي عايشاها دي بنجيبها منين؟ معلش يا عادل، بكرة تتعود. أنا مش لازم أستسلم للي هما بيعملوه ده. أنا خلاص مش هينفع أعمل كده تاني. أنا بجد زهقت من تصرفاتهم دي. أنا لازم أسيب البيت وأمشي. أيوة، أنا لازم أمشي ومرجعش هنا تاني. ده أحسن حل. يا ريت كان عندي أب وأم غيرهم، حتى لو كنت فقيرة أحسن بكتير من إن أكون حرامية. لما أمشي بقى بالراحة من غير ما يشوفوني. رايحة فين يا إيمان وشايلة الشنطة دي؟ بابا، أنا أنا كنت انت أكيد كنت عايزة تهربي، حظك بقى كده. أنا نزلت عشان أشرب وديك اتقفشتي. سيبوني، أنا مش عايزة أعيش معاكم. أنا خلاص بقيت بكرهكم. بقولك ايه، انت خلاص اشتغلتي معانا، يعني زيك زينا. لو انت بقى مشيتي احنا هنبلغ عليك الشرطة. وبقولك ايه، انت اللي هتكوني معانا في العملية الجاية، انت فاهمة ولا لا؟ أرجوك أرجوك يا بابا، سيبني بقى. اسمعي الكلام يا بت ويلا على فوق. انا عايزة تمشي، قال ده ممكن تودينا في داهية. كل واحد عرف دوره كويس عشان ما تتلخبطوش وتودونا في داهية. أنا مش هشتغل معاكم تاني. دي آخر حاجة هعملها معاكم. مهما عملتوا أنا مش هشتغل الشغلانة دي تاني. سيبك من الكلام ده دلوقتي ويلا بينا بقى، خلينا نخلص. يلا بينا، هنبدأ العملية دلوقتي. أرجوكم روحوا انتوا وسيبوني هنا. نعم يا اختي، انت هتيجي معايا، وانت يا سميحة هتستني هنا، ولما شاورلك تدخلي. هاتي مفاتيح الخزنة بسرعة. يا خبر، انتوا مين وعايزين ايه؟ هو انت لسه هتقولي انتوا مين؟ بقولك هاتي مفاتيح الخزنة. حاضر حاضر، أنا هديكم المفاتيح. خليكي هنا ولا حركة، انت فاهمة؟ حاضر حاضر، أكيد مش هتحرك. خليكوا هنا وانا هروح اجيب الفلوس من الخزنة واجي. يا خبر ابيض، ايه اللي بيحصل في السوبر ماركت ده؟ ده في حرامية موجودين هناك. انا لازم ابلغ الشرطة بسرعة. ايوه يا فندم. ايه؟ السوبر ماركت؟ طيب انا هتصرف. انا هاخد القوة واروح حالا. انا خلاص خلصت كل حاجة، يلا بينا نهرب. ايه ده؟ يا خبر، دي الشرطة جت. حرام عليكم، ضيعتوا مستقبلي. أنا مظلومة مظلومة يا حضرة الضابط. هما اللي بيخلوني أسرق غصب عني. أنا والله ما بحبش أعمل كده. أنا أصلا قلت لهم دي آخر مرة ومش هعمل كده تاني. بس بابا دايما كان بيهددني. أنا بكرههم بجد، هم السبب في اللي أنا فيه. أنا كان نفسي أدخل كلية الطب بس هم خلوني حرامية. كلكم بتفضلوا تقولوا كده، مظلومين مظلومين،
وانتوا اصلا كلكم مجرمين. يلا كلكم على السجن لحد ما المحكمة تحكم عليكم. عاجبكم كده اللي بيحصل ده؟ انتوا السبب، منكم لله. انتوا مش اب وام ابدا، حرام عليكم. يا ربي، الخبر اللي انا سمعته في التلفزيون ده معقولة ايمان بنتي وعادل بيه وسميحة هانم اتقبض عليهم؟ يا دي المصيبة. يعني انا يا بنتي بعتك ليهم عشان يتقبض عليكي؟ انا بعتك ليهم عشان تكوني غنية وفي الاخر كده تخشي السجن. كده يعني يا ابني تقبض على اختك؟ بس انت معذور يا حبيبي، ما انت ما تعرفش ان دي اختك. انا السبب، انا لازم اتصرف. سلام عليكم، ازيك يا ماما؟ اهلا، ازيك يا حبيبي؟ احضر لك الغدا؟ لا يا ماما، انا اتغديت في الشغل النهارده، قبضت على مجرمين كانوا بيسرقوا سوبر ماركت. بس يا ماما في حاجة غريبة قوي. خير يا حبيبي؟ حاجة غريبة ايه؟ البنت اللي اسمها ايمان اللي انا قبضت عليها دي، حاسس ناحيتها بحاجة غريبة. حاسس ان انا اعرفها من زمان. انا مش عارف يا ماما، انا حسيت احساس غريب ناحيتها. احساس ايه يا حبيبي؟ وتعرفها منين؟ انت هتعرف الاشكال دي برضو؟ مش عارف يا ماما، بس حاسس ان هي مظلومة. هم كلهم كده يا حبيبي، بيفضلوا يقولوا احنا مظلومين. لا يا ماما، انا حاسس ان هي مظلومة. على العموم التحريات هتبين كل حاجة. انا هطلع بقى عشان ارتاح، عشان ارهقت جدا. ايه ده؟ مين اللي بيخبط علينا في الوقت ده؟ لما اروح افتح الباب، دي الست يا ماما اللي بتيجي كل فترة. في ايه يا سعاد؟ مالك بتعيطي كده ليه؟ ايمان يا علي بيه اللي انت قبضت عليها النهارده، دي تبقى بنتي. ايه؟ بنتك ازاي؟ وتبقى كمان اختك يا علي بيه؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ انا مش فاهم حاجة. اسكتي اسكتي يا سعاد، لا لازم يعرف الحقيقة عشان ينقذ بنتي. اطلع فوق دلوقتي يا علي يا ابني، ارجوكي ارجوكي يا ليلى هانم، ارجوكي ساعديني. انا مش فاهم حاجة، هو في ايه؟ قلت لك يا علي يا ابني اطلع فوق. يا ماما لو سمحت، انا لازم افهم كل حاجة. ايمان يا ابني اختك التوأم، زمان انا بعتكم انتوا الاتنين عشان انا كنت فقيرة قوي وما كنتش قادرة اصرف عليكم. باباكم سابكم وانتوا صغيرين وانا ما كنتش عارفة اعمل ايه. انت يا حبيبي كان حظك حلو وجيت للعيلة دي، انما ايمان راحت للعيلة التانية. بس انا يا ابني غلطانة، انا اللي عملت كل ده، المفروض ما كنتش عملت كده. بس انا يا حبيبي كان نفسي تعيشوا عيشة كويسة. ماما قوليلي يا ماما، الكلام ده حقيقي ولا الست دي بتخرف؟ قوليلي يا ماما. قولي له الحقيقة يا ست ليلى، أرجوكي خليه ينقذ إيمان بنتي من السجن. أنا عملت كده عشان مصلحتك يا حبيبي. أيوة يا حبيبي، هي دي الحقيقة. بس أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنت ابني. أنا طول الوقت ده وأنا بعتبرك زي ابني بالظبط، ومش ممكن أبدا أستغنى عنك. سامحني يا ابني واعذرني، أنا كنت فقيرة جدا وما كنتش قادرة أصرف عليك. شوف دلوقتي بقيت إيه، بقيت حاجة كبيرة جدا، لكن معايا ما كنتش هتبقى ظابط خالص. انت دلوقتي معاك فلوس وعايش عيشة حلوة ومنصب حلو كمان، لكن لو انت معايا كان زمانك فقير زيي. أرجوك أرجوك انقذ أختك إيمان. انا لازم اتصرف حالا وانقذ اختي. ليه بس كده يا سعاد؟ عملتي كده ليه؟ غصب عني غصب عني يا ست ليلى. يعني انت كنت عايزاني أشوف بنتي مسجونة واسكت؟ حضرة الضابط، أنا مظلومة صدقني. أنا ما كنتش عايزة أشتغل بس هم أجبروني، صدقني. أنا كنت والله رافضة شغلهم ده. ايمان انا مصدقك، وكمان انا كنت عايزة اقولك سر غريب جدا. انتي اختي التوأم. إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ وإزاي ده؟ إزاي أنت أخويا وكنت فين من زمان؟ وبعدين بابا وماما ما قالوليش حاجة زي كده. دول يا ايمان مش باباك ومامتك الحقيقيين، انا وانتي بنت الست الفقيرة اللي اسمها سعاد. أيوة، أنا سمعت الاسم ده قبل كده، كان في ست فعلا بتيجي لبابا بس بابا طردها. هي بقى الست دي. يعني أنا أبقى أختك يا علي؟ ايوه انتي اختي التوأم، انا لازم اساعدك واخرجك من هنا. صدقني صدقني يا علي، أنا ما كنتش عايزة أسرق بس هم أجبروني أعمل كده. الحل الوحيد عشان تخرجي من المشكلة دي ان انتي لازم تشهدي عليهم وتقولي ان هما اللي سرقوا، وهعتبرك شاهد وتخرجي من القضية. بس أنا مش عايزة أسجنهم، أنا برضو عشت معاهم سنين. هو ده الحل الوحيد يا ايمان، ما عندناش حل تاني. طيب وماما فين يا علي؟ ماما موجودة، تعالي اوديكي عندها. ماما، إيمان بنتي أنا السبب. ليه يا ماما؟ ليه سبتينا كده؟ ليه يا ماما فرقتيني أنا وأخويا عن بعض؟
أنا عملت كده يا بنتي عشان مصلحتكم، عشان ما تعيشوش فقرا زيي. إحنا يا ماما نعيش معاكي فقرا أحسن من اللي حصل لنا ده. سامحوني سامحوني يا ولادي، حقكم عليا. إحنا مسامحينك يا ماما، وأنا هعيش معاكي هنا أحسن من أي حد تاني. وأنا بصراحة يا ماما مش هقدر أستغنى عن ماما ليلى. ولا أنا هقدر أستغنى عنك يا علي يا ابني. انتوا كلكم هتيجوا تعيشوا معايا في الفيلا، أنا ما أقدرش أستغنى عن علي ابني أبدا. بجد يا ماما ربنا يخليكي ليا. ويخليك ليا يا علي يا حبيبي.